مساء الخير عليكم. كنت المفروض اطلع معاكم امبارح بعد الماتش، بس طبعا ما قدرتش من اللي حصل امبارح والفجر التحكيمي والمواضيع الكبيرة والايادي الكبيرة الخفية اللي بتتحكم في الكورة، بتتحكم في كل حاجة. شفناها من اول البطولة، من استبعاد الحكم السنغالي، وبعد كده ترامب طالع يشيل الطرد لمهاجم امريكا. شفناها امبارح معانا مع الارجنتين. مش حابين ان احنا نوصل، لان طبعا بيبقى ليه اسباب تانية. ميسي هيبيع مشاهدات كتيرة لكأس العالم. ميسي معمول له حقوق رعاية بملايين الدولارات. الناس بتاعت المراهنات والقمار طبعا يخسروا فلوس كتير لو مصر هي اللي عدت. مش عايز اخد الفيديو في الموضوع ده، لان هي كورة واحنا كنا حابين ان هي تمشي كورة، الموهبة هي اللي تكسب والمجتهد هو اللي يكسب، لان دي كورة يعني لعبة في الاول وفي الاخر. واحنا مش عايزين نكرهها، ولا انا مش هكبر المواضيع عشان انا مش حابب ان انا اكره الكرة، لان انا افضل احب الكرة وكلنا بنحب الكرة. دي اللعبة الوحيدة اللي بتجمع الشعوب، هي اللي بتفرحنا وبتتحكم في مشاعرنا، احنا بنحبها. بس اللي حصل ده فجر وظلم، واكيد العالم كله اتكلم عن الموضوع ده والناس كلها اتكلمت عنه، مش هطول فيه. بس كان نفسي ان اللعيبة بتاعتنا تركز اكتر من كده، زي ما عملت 80 دقيقة للتاريخ، تركز في اخر 10 دقايق. كان مفروض هنا دور الكابتن حسام وصلاح، بما انه كابتن المنتخب، يتكلم مع اللعيبة، لسه ما خلصتش. ما تفرحش في الملعب، وده اللي ظهر، اللعيبة فرحت في الملعب، ده ادى لعدم تركيز. وهم كانوا اصلا الارجنتين اكل عيشهم في ده، ان هو يشوفك انك مش مركز وبتتحرك في اماكنك غلط ومشتت. هم اكل عيشهم على ده. سكالوني وميسي الاتنين دول مدربين، مدرب بره ومدرب جوه في الملعب، بيلعب على النقاط دي اللي هي في خطوطك الاخيرة، انك تبقى مشتت ومش عارف تقف وبتسرح كتير. شفت ميسي عمل ايه؟ انت اول ما مركز عامل اوفر، شاف ان رامي وياسر بينهم جاب كبير، عمل الاوفر في الجاب ده، هوبا جون، الجون الاول. انت اتشتت اكتر، وكابتن حسام ما غيرش، مع انه المفروض كان يغير. اخدت الكولينج بريك ده 75 وانت كسبان 2-0، المفروض تقفل، لان انت اصلا دي سياستك يا كابتن حسام. انت يعني انت بتبقى بتحب اللي هو تخطف جون والتاني وتقفل. انا استغربت، انت امبارح كنت عايز تكسب الارجنتين 5-0 ولا ايه؟ عمال تنزل في هجوم مؤخر التبديله بتاعت حسام عبد المجيد، مش عارف ليه. مستغرب، حتى الجون الاول دخل فيك انت برضو ما نزلتش حد يدافع، وانت باين ان اصلا اللعيبه كلها مش مركزه. كنت مفروض يعني تصحيهم، تفوقهم لده. انا عذرك طبعا، لان اللي حصل امبارح ده حلم لينا وحلم ليكو، حلم للعيبه، محدش كان مصدق. واللعيبه برضو بتلعب في الدوري المحلي، برضو ما تحطوش في الموقف ده، ما تحطوش في الاجواء الكبيره، اكبر حدث في الكوره، كاس العالم، برضو مش مصدقينه بيلاعب بطل العالم، بيلاعب ميسي. محدش كان يتوقع ده. اللعيبه فرحت في الملعب، اللعيبه ما كانتش مصدقه، حتى الكابتن حسام كان فرحان هو كمان، مش مصدق. فجاب معاه سرحان اللي هو تأخير التغيير. كان مفروض يحصل ده، ومفروض الكباتن كابتن حسام وصلاح اتكلموا مع اللعيبة، كان هيفرق معانا قوي. اه انت اتظلمت، بس كنت تقدر تكسب كورة، كنت تقدر تلعب، كنت تقدر تبقى متماسك اكتر من كده. 10 دقايق، 10 دقايق وخلاص. يا عم في ظلم تحكيمي وفي فجر، ما تتشتتش لده. هم عايزين ده، هم عايزين يستفزوك عشان يخرجوك بره الماتش، وده اللي حصل فعلا وخرجونا بره الماتش. حتى واحنا 2-1 كنت حاسس ان احنا خسرانين. يا جماعة احنا لسه كسبانين، لسه كسبانين، نركز نركز والله العظيم. احنا عملنا ماتش عمرنا قدامهم. اللعيبة نفسها ما كانتش مصدقة. ميسي كان كل شوية يبص للسما، يبص للكاميرات، هو ايه اللي بيحصل؟ مش عارف العب، مقفول عليا، حافظين كل حاجة. كابتن حسام عامل خطة فعلا كبيرة، هو فعلا قفل على الأرجنتين، قفل على كل خططها. ومعانا أخطبوط واحد زي مصطفى شوبير، أنا حاطط لك صورته ورايا، لأن هو بالنسبة لي من
رقم واحد في البطولة، مش في الماتش بس، رقم واحد في البطولة. وده اللي عامل تقل لمصر اصلا. اسيب لك صورة المنتخب ورايا، عشان هم فعلا شرفونا بجد. الصورة مكتوب عليها شرفتونا، هم فعلا شرفونا بجد. عملتوا ماتش عمركم، عملتوا ماتش للتاريخ، ما تزعلوش، انتوا ابطال وخرجتوا بشرف. كل العالم قال كده، كنتوا تستحقوا ان انتوا توصلوا دور التمانية. وبإذن الله الأخطاء دي البسيطة دي نقدر نعالجها، وبإذن الله أنا عارف إن احنا نروح كأس العالم تاني. أنا عارف إن احنا هنوصل لأبعد من كده خلاص. حطينا رجلينا على أول السلم بإذن الله. نبقى في طريق المغرب دلوقتي هي سايبة ايديها وبتكسب والأدوار اللي هي بتعديها دي بتبقى عارفة إن هي هتعديها، والفرق اللي قدامها عارفة إن هي هتكسبها. المغرب عامل اسم وعامل تقل في كرة القدم عامة. الناس اشتغلت من فترة وده وقت الحصاد. احنا بإذن الله على الطريق. احنا عندنا روح، وعندنا لعيبة كبيرة، وعندنا مدرب كبير واثقين فيه، وهو فعلا قد الثقة دي. حتى ظاهرة في اللعيبة فعلا مختلفة تماما عن الدوريات اللي احنا بنشوفها فيها. دوري المصري او سواء مرموش. هو مرموش بس كنت عايز اعلق عليه، هو مرموش مش مركز من اول البطولة. كان برضو في اول 3 ماتشات او 4 بيلعب في مكان مش مكانه. هو بيحب يجي من الجناح. حتى ما نزل امبارح برضو ما لهمش عليه كرة او كورتين سوء توفيق، اللعيبة كلها عمالة تضيع. برضو ما تلومش عليه، بإذن الله نبني عليه برضو. مرموش عنده الموهبة، وبإذن الله يقعد مع نفسه ويركز أكتر، ويكون كأس العالم ده مرجع ليه. ما تذبحش اللعيبة بتاعتك، اللعيبة كلها أدت. عملت اللي عليهم وزيادة، وعملت اللي احنا أصلا ما كناش متوقعين منهم. بإذن الله نبني على كده. عايز أتكلم تاني عن هيثم حسن. هيثم حسن لعيب مختلف فعلا، لعيب عالمي. لعيب كورته جميلة، لعيب باين جودته لما بيمسك الكورة، وكلنا كنا بننادي عليه في الفيديوهات. عملت فيديوهات كتيرة كنت بتكلم فيها عن هيثم حسن، بس لأن أنا شايف إن هو عنده الموهبة وإن هو مختلف ومفيش زيه في مصر عامة. وده أكتر واحد هتنزله الملعب هتقدر تبني عليه اللعب. الاتنين اللي بيعرفوا يمسكوا الكورة عندك في مصر إمام عاشور وهيثم حسن. الاتنين بيمسكوا الكورة بيروحوا للمنافس. اللعيب ده قليل لما تلاقي جناح بيمسك الكرة وعلى طول مباشر على المنافس، وقدامه واحد او اتنين هياكلوا ويعديهم. بيعرف يخترق للعمق، بيعرف يطلع لبره ويشوط، بيعرف ان هو ياخد لجوه زي ما عمل في جون زيكو، وخد المدافع لجوه وقام باصيها وبيباصي صح وبيعمل اوفرلاب صح. لاعب مختلف يا جماعة. بإذن الله نشوف لنا 2 3 مزدوجين الجنسية زي هيثم حسن كده، يبقى معانا لعيبة جودتها عالية. لأن بعد كده احنا مش هنروح ندافع ونلعب على التحولات، لا احنا نبقى منتخب بإذن الله بيستحوذ على الكرة من أول المباراة ونلعب كرة جميلة. خلاص احنا كسرنا الحاجز بتاع كأس العالم والأجواء والكلام ده، اللعيبة تقدر تلعب في ده. وعملنا اسم العالم كله شاهد على كده، ان احنا عملنا 5 ماتشات للتاريخ، واحرجنا بطل العالم في اخر ماتش. صعد بالعافية وصعد بالعوامل الخارجية. خير ان شاء الله بإذن الله. البطولة الجاية تعملوا يعني تاريخ اكبر من ده، وتوصلوا النقطة ابعد من دي يعني ان شاء الله. عايز اتكلم على مين تاني. عايز اتكلم على ابن الفقرية زبيد. يا ابن الفقرية ما تتفرجش على ماتشات لينا يا ابن الذين. انا كنت خايف ان انت تشجع مصر، كل منتخب تشجعه منك لله بيخسر. الله يخرب بيت امك يا زبيد يا فقر. بس انا كنت عايز اقول لك كده غور يلا. شرفتونا لاعيبة رجالة. والذكر حسام حسن، اتكلم براحتك، قول اللي جواك. عادي لو خسرنا بسبب ان انت اتكلمت عن القضية الفلسطينية، نخسر يا باشا براحتك. اهم حاجة ما نبقاش مظلومين، او نخاف ان احنا نقول ده عشان احنا في ارضهم، او نخاف نشاور على الناس دي نقول ان هم سفاحين، ان هم اصلا ناس ما تعرفش حاجة عن الحرية. الناس دي بس بتدرس الكلام ده بس. فعلا
ما بتعملش بيه، فكر بس اقف قدام مصلحتهم، ولا في انسان ولا حيوان ولا اي حاجة. هما ناس سفاحين بيعملوا اللي على هواهم وعلى كيفهم وماشيين العالم على كيفهم. ذكر يا حسام يا حسن ولا يشغلك، انت مدرب عظيم واحنا كلنا بنحبك، واثقين فيك انك هتعمل تاريخ اكبر من كده تاني، والمنتخب معاك ليه شكل وطعم وروح مختلفين. لعيبة رجالة ما تزعلوش، بإذن الله هنروح تاني نوصل أبعد، وهتعملوا تاريخ أكبر من ده إن شاء الله. عايز أقول لكم حاجة، إحنا بنحبكم وتستاهلوا كل الخير، لأن انتوا لعيبة رجالة واحنا واثقين فيكم. وشكرا، سلام.